ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة بإذن الله هيكون وصفة اللحمة اللي بناكلها في ايكيا. هي اسمها في ايكيا لحمة منغولي. انا جربتها، طلعت زيها بالظبط، عجبتني قوي، فحبيت اشارككم الوصفة النهاردة. معايا هنا المكونات: لحمة طبعا متقطعة شرايح زي الشاورما كده، انا دي كانت بفتيك وانا قطعتها شرايح، ومعلقه توم صغيره، وبصل اخضر، ممكن نشيل البصل الاخضر عادي مش مؤثر قوي، وجزره مبشوره، وفلفلايه رومي متقطعه شرايح، وبصلايه كبيره متقطعه شرايح، ومشروم فريش ده، او ممكن تحطي مشروم برضو اللي هو المعلب عادي. في الصينيه بقى اللي هعمل فيها بسخن الزيت كويس قوي، وبنزل بشرايح اللحمه تاخد لون، بحط لها التوابل ملح وفلفل بس. هنا لما يعني لونها اتغير كده هبتدي احط عليها الثوم والبصل الاخضر، وهديها تشويحة. لما ريحة الثوم بتطلع ببتدي انزل بالشرايح البصل والفلفل والجزر، وبحط المشروم كمان، وبشوحهم مع بعض. ممكن هنا نزود لو انتي على حسب نوع اللحمة اللي بتستخدميها، لو بتلو خلاص هنكمل الصوص كمان نحطه، لكن لو كندوز او كده ممكن تاخد شوية سوا، فالاضمن نحط لها يعني شوية مية للحمة تستوي فيها قبل ما نحط الصوص. تمام. الصوص بقى معلقتين صويا صوص كبار، ومعلقة كاتشب كبيرة، وبعدين معلقتين نشا صغيرين، وبزودهم شوية مية، وبقلبه كويس قوي لغاية لما النشا تدوب خالص وما يبقاش فيه اي تكتلات في الصوص. يعني كل الصوص بقى ممكن نزود المية شوية كمان، يعني على حسب كمية اللحمة. انا يعني هنا عاملة برضو بالبركة شوية مش بمقادير قوي. بس لما اللحمة بتستوي بنبتدي نحط الصوص بقى. انا سبتها تستوي في شوية مية كده، يعني حطيت لها كوباية مية صغيرة، وبعدين استوت نزلت عليها الصوص. ليه ما حطيتش الصوص من الاول؟ عشان الصوص فيه نشا، ما يجمدش، يعني يتقل على الفاضي يعني، وتبقى اللحمة لسه ما استوتش. فحطيت الصوص بعد لما اللحمة استوت، وبقلبه بقى خلاص كويس، وبعد كده الاكله خلاص جاهزه وطعمها جميل جدا. اللي داق لحمه ايكيا هتلاقيها نفس الطعم بالظبط بالظبط، طعمها ظريف جدا، اكله سهله لذيذه، تنفع في عزومات رمضان، تنفع طبعا في الايام العاديه لان هي سهله وما بتاخدش وقت خالص. ممكن تتقدم مع رز ابيض، مع بطاطس بيوريه، ممكن نقدمها مع مكرونه. انا هتلاقوني عاملاها مع مكرونه ومقدمها برضو مع رز. هسيبها بقى تغلي غلوتين كده مع الصوص. بصوا تقل وغمقت، وبقت هي خلاص كده جاهزه ان احنا نغرفها. هستناكم تجربوا الوصفه، تقولولي رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس علشان الفيديوهات تعرفوا انها نزلت، لان في ناس كتير قالت لي ما بنعرفش انك نزلتي فيديوهات. فشوفكم بإذن الله على خير فيديو جديد. مع السلامة.